أعزائي الأفاضل المحترمين، متابعي الكاتب الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محمي حسام الدين. في أمسية السبت 7 أكتوبر 8 أكتوبر أعود إليكم بفيديو جديد، فيديو مختلف، فيديو متنوع على مستوى النقاط. أحييكم بتحية الإسلام اللي هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، سواء داخل الوطن خارج الوطن. النقطة الأولى التي أريد الإشارة إليها وهي قائمة المنتخب الوطني الجزائري تربص شهر أكتوبر، الخاصة بتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس إفريقيا. كان الكوديفوار صائفة 2024 في ساحل العاج في أدغال إفريقيا شهدت القائمة الجديد هو اللاعب اللي هو بلومي، اللاعب بلومي ابن الأسطورة الجزائرية اللي هو الخضر بلومي، بشير بلومي. والله بكل صراحة الأمر الواقع أنا مستغرب شوية، باسكو علاه مستغرب لأنه لاعب قبل أسبوع أو قبل 15 يوم الفيفا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أشادت كثيرا بياسين إبراهيمي كأحسن مراوغ في تاريخ كرة القدم الجزائرية والإفريقية والعربية. عندما تكون القائمة الرسمية قائمة المنتخب الوطني بتربص شهر أكتوبر، انتقدوا جمال بالماضي كما انتقدناه في السابق، انتقاد بناء وليس هدام، انتقاد إيجابي وليس سلبي. جمال بالماضي يعني يعاب عليه أنه في بعض القرارات يكون عنده قرارات صائبة، وفي بعض القرارات يكون عنده قرار مخطئ، مثل الذي فعله في هذه القائمة هو استدعاء بشير بلومي بدل من ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيم مازال قادر على العطاء داخل أرضية الميدان، والدليل ما يفعله في الدوري القطري: 7 مباريات 7 أهداف و7 تمريرات حاسمة. صحيح جمال بالماضي يشرف على تدريب المنتخب الوطني، لكن ياسين إبراهيمي صحيح جمال بالماضي لا تعجبه طريقة لعب ياسين إبراهيمي، لكن ياسين إبراهيمي يعد من أحسن وأفضل المراوغين في تاريخ كرة القدم الجزائرية والإفريقية والعربية، وهذا بشهادة على سلطة كروية عالمية والتي هي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك. والله بكل صراحة الأمر الواقع جمال بالماضي بكل صراحة الأمر الواقع في بعض القرارات قرارات مخطئة وقرارات غير صائبة. فيديو مختلف متنوع إخوتي، فيديو مختلف متنوع. متابعينا ما كنتم، غبت عليكم فترة طويلة بسبب المشاغل اليومية الخاصة بحياة أي إنسان، ما يكونش عنده الوقت باه يعمل فيديو عبر اليوتيوب. بالمناسبة تحية كبيرة، أعز ما أملك في هذه الدنيا بعد الوالدة نتاعي ربي يحفظها،
اللي هو زين الدين إبراهيمي، الذي أحييه دوما عبر هذه المنصة، منصة اليوتيوب، وعبر قناتي عبر اليوتيوب كاتب رياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أزف له تحية جميلة، تحية رائعة، تحية أخوة، تحية محبة. صغير في السن، كبير في التربية والأخلاق، له قلب طيب وجميل بشوش، يستحق كل الخير في دنياه، ويستحق كل نصيحة، ويستحق كل تحفيز معنوي. والله بكل صراحة الأمر الواقع شاب طيب القلب. أود أخصص دقيقة أو دقيقتين لوصفه للمتابعين. ما كنتم